السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير من آخر فيديو نزلناه مع بعض. ايه رأيكم بقى في الوصفة الجميلة دي؟ قرص السمسم بالسكر، الكل بيعشقها والأخص الأطفال واحنا كمان بنحبها. دلوقتي قرص بصراحة في الأفران بقت حاجة صعبة قوي، بقت غالية ما بتشبعش اصلا، واحد عايز 10 ياكلهم عشان يحس نفسه ان هو اكل. فلا، تعالوا مع بعض كده نشوف الوصفة كده جاية من المخبز. هنعملها بطريقة المخابز يا بنات، وفي نفس الوقت بدون اي تكلفة عليك خالص، وسهلة وبسيطة جدا، مقاديرها يعني حاجة بسيطة لا تذكر. تعالوا مع بعض كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبتدي مع بعض نشوف الوصفه هنبتدي فيها ازاي. اول حاجه انا معايا 4 كوبايات من الدقيق، تمام، نخلتهم نخل كويس جدا. وبعد كده نزلت ب3 معالق من السكر، عليهم كيس كامل من الخميره او معلقه كامله من الخميره. وكمان حطيت كيس فانيليا، ده متاح عندك حطيه، مش متاح عادي، يعني هو بس ايه، بيعزز الطعم شويه وبيديها ريحه وطعم حلو. لكن لو هو مش موجود عادي مفيش مشكله. حطيت كمان نص معلقه، هنقول معلقه صغيره من معلقه الشاي بيكنج باودر، لكن لو هي معلقه كبيره يعني معلقه الطعام حطي نصها، تمام. وحطيت رشه من الملح، وبدات اقلب المواد الجافه دي كلها مع بعض لحد كده، تمام. حطيت مقدار معلقه من الخل دوت محسن طبيعي في المخبوزات والمعجنات وكيكات يا بنات، ما تقلقوش منه خالص، تمام. زي ما انتوا شايفين كده حطيت كنت عملت معاكم قبل كده قرص برضو بالسمسم والقرفه والسكر والكلام ده، بس كنت طبعا ضيف فيها بيض، عجنها برايب، عجنها بلبن، الحاجات ديت. انا هنا لا، انا مش حاطه فيها بيض ولا اي حاجه، وهعجنها بميه ما فيهاش اي حاجه. هي بس الازازه مكان رايب، لكن هي ما كانش يعني ما عجنتهاش برايب. انا بس حطيت فيها ميه دافيه كده عجنت بيها مش اكتر. لكن انا عجنه بميه، مش عجنه برايب ولا لبن، ولا حاطه فيها بيض ولا اي حاجه. حطيت مقدار ربع كوبايه من الزيت، دي المواد الدهنيه بتاعتي. وبعد كده هبدا بقى انزل السوائل اللي هي الميه، وابدا اعجن لحد ما تلم معايا. هتقولي سوائل قد ايه؟ انتوا عارفين ان انا مش بعاير، لان كل دقيق وعلى حسب ما بيشرب سوائل او بيرفض سوائل، لان في دقيق بيشرب جامد وفي دقيق لا. فانا بفضل احط واحده واحده لحد ما تلم معايا العجينه، واحط واعجن واحط واعجن. يعني بصوا انا حطيت اهو وعجنت. ممكن الاول استعجل، بس بصوا هي بدات تلم معايا ازاي، ده كمان تحسوا ان هي كمان ملزقه. هبدا بقى اعجن فيها كده وانضف الطبق، اعجن وانضف الطبق لحد ما تلم معايا خالص وتبقى نضيفه وتبقى تمام زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى يا بنات التريكات دي انا جايباها من المخبز عندنا. سألت الراجل وقلت له، راح قال لي احنا ولا بنحط بيض ولا بنحط لبن ولا احنا بس بنحط او بنضيف الحاجات دي، بنضيفها عشان اولادنا لما يجوا ياكلوها يبقى فيه قيمه غذائيه داخله لجسمهم. لكن انت مثلا لو عايزه تعمليها زي بتاع بره وتوفري، او مش متاح عندك البيض واللبن والكلام دوت، ممكن تعمليها بالطريقه دي سهله وبسيطه وتطلع معاكي ناجحه ان شاء الله باذن الله. بصي يا بنات، بعد ما عجنتها كويس حطيت مسحه من الزيت من في الطبق وعلى الوش، وركنتها لحد ما خمرت. بعد ما اختمرت هبطت الاختمار بتاعها واديتها كده تقلبتين، وبعد ركنتها على جنب. بعد كده هبدا ان انا اجيب طبق احط فيه ميه واحط فيه معلقه سكر، واجيب طبق احط فيه سمسم، واجيب السكريه ذات نفسها، او طبق يعني عادي، يعني اشتغلت عادي بالسكريه ذات نفسها واشتغلت بيها زي ما انتوا شايفين معايا كده. هنا بقى السكرية هسيبها زي ما هي، هاخد بس منها يعني مقدار معلقة او معلقتين للطبق اللي فيه المية. لو انت عندك عسل اسود حطي في المية دي بدل السكر عسل اسود، بس انا ما كانش موجود عندي وقتها. فانا ضفت معلقتين سكر ودوبتهم في مية عادية عادي ما فيهاش اي حاجة. وحطيت في الطبق دوت سمسم زي ما انتوا شايفين اهو، وخليت السكرية بس شلت الغطا بتاعها، وهبدأ اخليها سكر. طيب انا لو بحب القرفة اخد في طبق كده كام معلقه سكر على قرفه على كاكاو عشان تديني اللون الغامق. ولكن انا لو مثلا مش بحبها او مش متواجد عندي، فبالتالي عادي حطي سكر، لان اصلا بره في المخابز قليل قوي لما بيعملوها سكر وقرفه، بتبقى معروفه ان هي بالسكر بس، سكر وسمسم. بصوا بقى هبدا ان انا اقطع كده زي ما انتم شايفين، واعملها كده زي كوره، وابدا ان انا المها عشان تكون معايا بالشكل دوت. بعد كده هجيبها واروح فتحاها كده واجوفها كده، واجوفها زي ما انتم شايفين كده، وابدا ان انا احط فيها السكر ده على حسب الرغبه. ممكن تضيفي معلقه بس من السكر، وممكن تضيفي معلقتين. انا حبيت ان هي تكون مسكره، واللي كان هياكلها كان طالبها ان هي تكون مسكره، فقلت اعملها على حسب الرغبه بقى البني ادم اللي هياكل. بعد كده بعد ما بتحشيها
بتقفلي عليها كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين، وابدا بقى المها تاني واعملها زي كوره كده او سره، واحطها في الميه، ومن الميه للسمسم، وبعد كده احطها في الصينيه يعني وشها يكون في اللي فيه سمسم من فوق، وابدا كده ان انا اطبطب عليها كده بس حاجه بسيطه، بحيث ان هي ايه يعني ما بططهاش قوي، وتكون سمكها رفيع، فلما تخش الفرن تنشف مني وما تبقاش حلوة. احنا عايزين سمكها يكون متوسط بحيث ان هي تاخد وقتها في الاختمار، ولما تخش الفرن تيجي تتخبز ترفع شوية وتبقى كده ايه ليها سمك. بس هنا كنت بوريكم ان انا اكمل الكمية مع نفسي زي ما انتم شايفين كده. دخلتها على درجة حرارة 200، تمام 200 يا بنات. طلعت معايا بالشكل دوت، اللهم بارك، ما خدتش معايا ربع ساعة. طبعا هي كانت سخنه. بصوا بقى هنا من تحت انا حطاها في فرن غاز، النار شغاله من تحت بس، الشوايه مش شغاله في اي حاجه، هي بتاخد اللون ده لوحدها. طب انتي لو الفرن بتاعتك ما بتاخدش اللون غير بالشوايه، اول ما تحسي ان هي استوت طفي الفرن وشغلي الشوايه كده 5 دقايق تاخد اللون الحلو، وبعد كده تطفي. اهم حاجه اي حاجه تيجي تطلعيها من الفرن يا بنات لازم تغطيها مع بخار الميه، بتبقى طالعه هي ناشفه عشان تمسك نفسها كده وتبقى ايه طريه وتبقى جميله زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. انا كنت عامله الصغيرين دول، كنت عامله كذا حجم، عامله كبير وعامله وسط وعامله صغير. الصغير ده كنت عاملاه انا سيبني بحيث ان هو يمسك القرصيه تبقى على قده ويعرف ياكلها لان هو بيبي صغير. اما بقى الكبار دول كانوا لينا احنا بقى، كان اللي هياكل يعني وكده. قسمتها لكم من جوه، بصوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله، متفرغه متحمره من فوق ومن تحت وجميله، وكان طعمها تحفه وريحتها بجد قلبت البيت كله. جربوا الطريقه دي هتعجبك جدا، سهله وبسيطه ومقاديرها يعني مفيش اسهل من كده. واشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.